بنبارك للشعب المصري ولاعيبة منتخبنا الرجالة ولجهازهم الفني، خاصة الفدائي ياسر إبراهيم والعملاق محمد الشناوي، وبقية اللعيبة طبعا محمد حمدي ورامي ربيعة ومروان عطية اللي تحملوا عبء كبير، لكن بنشيد بدولي لأنهم بذلوا فوق طاقتهم، يستحقوا الإشادة، وكل اللعيبة طبعا رجالة ويستحقوا الإشادة وبنبارك لهم ونهنيهم. اللي ما بيعجبنيش إن إحنا نخسف بلعيب الأرض من مباراة ونرفعه لسبع سما من مباراة. من كام يوم محمد الشناوي كان لا يصلح للمنتخب وقلنا ما يوقفش، وشوبير اللي يقف ما مدش ايده في مباراة زيمبابوي والجون منه والكلام دوت. بالأمس رفعناه لسبع سما وغلطنا في حقه، وده حارس عملاق. طبعا ما ينفعش الأمور تبقى بالشكل ده، ننتقد بموضوعية وعقلانية وهدوء، نقد بناء وليس هدام. ولما نمدح برضه نمدح بحدود، أحسنوا في مباراة نقول لهم أحسنتم. حسام حسن من شهرين في مباراة أوزبكستان ما ينفعش مدير فني المنتخب مصر، ومنتخب مصر كبير ومش هينفع في كأس الأمم وفي كأس العالم ونجيب مدير فني أجنبي. بالأمس احنا غلطنا في حقه، مش عارفين قيمته ومش عارفين تاريخه، مدرب عالمي ومدرب عملاق. طبعا كلام فارغ. لو جه اتهزم لا قدر الله في دور ال16، نبقى ساعتها شكلنا ايه؟ ما ينفعش. النقد يكون بناء وفي حدود، والمدح برضو يكون بناء وفي حدود. وعاوز انبه ان احنا لسه ما احتلناش قمة المجموعة، لازم نتعادل على الاقل في مباراة انجولا، فريق قوي، مباراة مش سهلة. لو اتغلبنا لا قدر الله وجنوب افريقيا فازت بفرق جونين او حتى جون واحنا جه فينا جون واتهزمنا، يبقى جنوب افريقيا قمة المجموعة. فلازم ناخذ مباراة انجولا مأخذ الجد. حسام حسن يغير في حدود، يريح اللي خدوا انذارات، يريح اللاعيبة اللي تعبوا زي محمد حمدي وياسر إبراهيم وهكذا. ممكن يجرب كمان شوبير أو أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد عيد لازم يلعب باك يمين ويعتمد عليه، لأن امبارح ربنا ستر وعدت كده من غير باك يمين. لكن من الأدوار اللي جاية هتبقى مواجهات صعبة وقوية، ما ينفعش نلعب من غير باك يمين، فلازم يجربوا ويديله الثقة في مباراة أنجولا إن شاء الله. ونتمنى التوفيق فيما هو قادم، والسلام عليكم.